طبعا احنا قاعدين على القهوه دلوقتي فبنفكر في مشروع. فالمهم الافكار حلوه في فكره مشروع، يعني ما شاء الله الحمد لله. غير الكتاكيت وغير حاجات كتير، يعني فكره حلوه جميله بصراحه. جالنا سؤال اللي هو من الاسئله اللي بتيجي قبل النوم. بس لا استنى، قبل السؤال ده ما يجي لنا احنا كنا بنتكلم ايه كفكره حلوه، بس هنقنع الناس ازاي؟ ايوه، فوصلنا لسؤال ايه بقى؟ اللي اخترع اللبوس ايوه. اقنع الناس ازاي بيه. اقنعت اللي قدامك ده يقلع وتديله اللبوس. بالظبط. فاحنا عايزين نعرف الراجل ده اقنع الناس ازاي، عشان احنا لو عرفنا اقنع الناس ازاي باللبوسه هنعرف نقنع اي حد بالمشروع بتاعنا. مسموح بالهبد بقى، بيضوا بقى براحتكم في الكوره. يا ريت يعني حد يفيدنا بصراحه. مع فقره اسئله قبل النوم. اول سؤال: لو الميه في الكره الارضيه بتساوي 71% واليابس 29%. ايه يا ابني الاذاعه المدرسيه دي؟ لا احنا عايزين نقوله، سيبك من التليفون، احنا عايزين نقوله كده، فاهم؟ بما ان الميه في الكره الارضيه اكتر من اليابس. بالظبط نسبتها حوالي 71 72 واليابس 29 اليابس 29، يعني الميه اكتر من اليابس. من اليابس. ليه سميناها الكره الارضيه مش الكره المائيه. مش الكره المائيه؟ ده اول سؤال. السؤال الثاني: اللي اخترع النت يعني فتح نت ازاي؟ يعني اللي اخترع النت دوت اول واحد اخترعه، عارف ازاي اللي هو ده النت اصلا، واخترعه ازاي وكلم مين وفتح ايه؟ لو احنا في الفضاء وعايزين نصلي كعب في الارض، هنعرف اتجاه القبله ازاي؟ نصلي ازاي؟ يعني انت لو في الارض هنا بيقول لك مثلا ايه، ادي ظهرك للبحر. لو انت مش عارف. لو انت مش لو عارف. انت في القطر بتبقى في اتجاه، او في اي ركوبه بتبقى في اتجاه الركوبه اللي انت. فانت بقى لو في الفضاء هتصلي في انهي اتجاه؟ ربنا كرمنا وطلعنا الفضاء. هنطلع من هدومنا اصلا. انا اصلا ما طلعتش القاهره قبل كده. نطلع الفضاء ازاي؟ الشيطان بيبيض ولا بيولد؟ لو واحد متجوز 4 وجه حلف بالطلاق، انا واحده اللي انا هتطلق واحد اللي هيقع عليها الطلاق، ولا يلعب بقى اللي هو ايه بقى اسمها ايه؟ لفه. يلعبوا كله باميه، واما اما يلعبوا ورق حجر مقص. واللي تخسر هي اللي ولا بتطلع. حاجه دوت حمادي متجوز 4 يحلف بالطلاق من غير ما يحدد هو مين. مش هيتحسب 2000 كده ولا هيتحسب 2000؟ بس محتاجين حد يجاوبنا في الحته دي بصراحه. الكفيف لو لما بيحلم بيشوف الحلم ولا لا؟ تفتكر؟ الله اعلم. ازاي ركوب الخيل ايوه صح، ازاي ركوب الخيل رياضه؟ هو اللي بيجري بقى، احنا ما بنعملش حاجه، احنا بنسوق بس. هو اللي بيجري فعلا. ازاي بيكون رياضه واحنا راكبين فوق الخيل، وهو اللي بيجري وهو اللي بينط وهو اللي بيعمل كل حاجه، واحنا بس كرباء كوره اصلا. ايه فايدة صبع القدمين؟ ايه فايده صوابع الرجلين؟ يعني ولا منها بناكل منها حاجه، يعني بس ايه رايحين نتخبط في الباب وفي الكنبه وفي الترابيزه بس، وننط شبه الهنود في الاخر. دلوقتي الشمس منوره الدنيا. حلو الكلام. واحنا في الارض ديت معلومه احنا واخدينها في المدرسه، ان القمر هو اللي بيعكس النور بتاع الشمس. ليه الفضاء مظلم؟ ممكن ما تدفعوش الكهرباء. الله عليك. مش اسئله كده. سؤال للدكاتره. البرشام بيعرف ازاي مكان الرعايه يعني. لو انت بتاخد مسكن مثلا ودرسك الوجع، وجع. هل بقى هو اصلا بينزل على البطن، فازاي بيعرف بقى بيطلع للضرس ولا للصداع ولا للدماغ ولا للبطن ولا للرجل؟ يعني بيعرف منين؟ نسبة دكاترة الرجيم بتيجي تقول لك ما تاكلش بالليل، الاكل هيعرف منين اللي هو بالليل؟ سؤال يستحق الاجابه. طب ما انا ممكن اكون يستحق التأمل. طب انا محتاج بقى سندوتشين نتفرج. لا بس الفكره كلها فعلا صح. طب افرض لو انا قلب يومي وبسهر بالليل مثلا، طب انا ممكن اكون بالليل عادي وانا سهران وعادي. اسئله برضه محتاجه تفكير. هو السؤال ليه اجابه علميه، فاهم؟ المفروض في هرمونات بتشتغل في وقت معين. لا الهرمونات دي بتاعت البنات. وديت لا وديت خلقه ربنا، فاهم؟ يعني في معلومات والله اللي هي زي ما يقول لك ايه، الساعه الفسيولوجيه. مش عارف انت. فسيولوجيه ما اظن. فسيولوجيه الفسيولوجيه غير الفسيولوجيه. عشان دوت علم ودوت علم تاني خالص. ده علم الفسا وده علم البسله. والله دمي خفيف. اعتبره اعتبره لايك.